بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد خلاف. النهاردة بإذن الله هنكمل تاني فيديو من سلسلة الكورس بتاعنا اللي هو Programming with Python. طيب الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا فيه عن مقدمة في علم الكمبيوتر واتكلمنا عن الباينري سيستم. النهاردة هنكمل كلامنا على الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، فلو مشوفتش الفيديو اللي فات لازم تشوفه لأن الكلام بتاع النهاردة هو تكميل على الكلام بتاع الفيديو اللي فات. طيب احنا ملخص كده للي قلناه المرة اللي فات. احنا شرحنا يعني ايه باينري سيستم واتكلمنا فيه شوية، بس ما اتكلمناش بالتفصيل بتاع هو بيفهم كل حاجة ازاي. احنا قلنا هو بيفهم ازاي، يعني قلنا ان الحاجة بتخش في صيغة 0 و1، بس ما قلناش بقى كل حاجة بتخش له ازاي. فالنهاردة هنقول كل حاجة بتخش له ازاي، وهنكمل حتة كمان هنقول يعني ايه كلمة الجوريزم. طيب الحاجات اللي عندنا اللي هو بيفهم ايه، هو بيفهم اللغات وهو بيفهم الصور وبيفهم الفيديوز وبيفهم الصوت. هنشوف دلوقتي هو بيفهم الموضوع ده ازاي. طيب قبل ما نشوف الموضوع عندنا حتة كده عايزين نقولها. الحتة ديت مهمة جدا. هنرجع لورا كده شويتين في 1963 وهنتكلم عن حاجة اسمها الاسكي كود. طيب ايه هو الاسكي كود الاسكي كود ده احنا دلوقتي كانت كل شركة زمان بتشفر او بترمز الحاجة بطريقة معينة مختلفة عن الشركة التانية. يعني مثلا حرف ال A عندي غير حرف ال A عندك في الكمبيوتر، يعني ده بيترجم بباينري بطريقة وده بيترجم بباينري بطريقة. يعني مثلا لو انت دلوقتي جاي تاخد مني داتا بفلاشة، طب جيت خدت مني الداتا هتروح تلاقيها على الكمبيوتر عندك داتا تانية مش هي دي الداتا اللي كانت عندي. فدي كانت مشكلة. فجم كده في سنة 1963 وعملوا حاجة اسمها الاسكي كود. الاسكي كود ديت ايه اللي حصل؟ هم عملوا توحيد للموضوع فبقت الحاجة عندنا ماشية بنظام ثابت زي ما انت شايف. يعني حرف ال A هو ليه رقم بيتحول لديسيمال، وبعد ما بيتحول لديسيمال الرقم بيتحول لباينري. يعني زي ما انت شايف مثلا حرف ال A عندي قيمته 65، فال65 دي بتخش بعد كده في الباينري، وهكذا لكل الحروف. وبالتالي قدرنا نوحد الحاجة. بس في مشكلة في الاسكي. ايه هي المشكلة بتاعت الاسكي؟ ان الاسكي ما كانش بيغطي لي كل حاجة. الاسكي كان بيغطي شوية رموز ومثلا انجليزي وشوية ارقام. طيب دلوقتي ايه المشكلة في الموضوع ان انا لو عايز اكتب عربي هعمل ايه؟ مش هعرف اكتب عربي. ليه؟ لان الاسكي بيستخدم 7 بيتس بس. ال7 بيتس تديني 127 قيمة بس. طب انا عايز امثل اكتر من كده، زي ما قلت لك عايز اكتب عربي، عايز اكتب صيني، عايز اكتب الكلام ده كله. ساعتها هعمل ايه؟ فطلع لنا حاجة تانية اسمها اليونيكود. اليونيكود هو نفس الفكرة بتاعت الأسكي أو هو مبني عليه، ولكن اليونيكود بيستخدم من 1 بايت ل4 بايتس. طيب احنا قلنا البايت فيه كام بيت؟ البايت فيه 8. إذا لما احنا استخدمنا 4 بقى عندي 32 بيت ممكن استخدمه. طب ده غطالي بقى قد ايه؟ ده غطالي أكتر من 1,100,000 قيمة. فقدر يغطى كل الحروف بتاعت كل اللغات وكل الرموز، وكمان ضاف عليهم الايموجيز. يعني الاسكي برضو ما كانش فيه ايموجيز، فاحنا دلوقتي قدرنا كمان نغطي الايموجيز. فاحنا كده بالطريقة ديت وصلنا لحاجة يونيفايد. ده أول حاجة. تاني حاجة حاجة بتغطي كل حاجة احنا عايزين نعملها. طيب كلام جميل. فدلوقتي من هنا احنا اعتمدنا اليونيكود خلاص، وهو ده اللي احنا بنستخدمه. ولو تاخد بالك زي ما قلت لك احنا اول حاجه اتكلمنا عليها كانت اللانجوج، وبالفعل احنا دلوقتي حطينا جدول وغطينا اللانجوج كلها. طيب اللي بعده، قبل ما نخش على الصور هنخش على الكالرز. طيب ليه؟ لان الصور اصلا عباره عن كالرز ومتشكله مع بعض فطلعت لك الصور بتاعتك. طيب دلوقتي احنا عندنا الكالرز. الكمبيوتر هو فيه 3 الوان بس، وال3 الوان دول هو بيتكون منهم كل الالوان بقيم معينه. بمعنى احنا عندنا الالوان الطبيعيه اللي هما الاحمر والاخضر والازرق. طيب فدلوقتي في درجات للون. الدرجات اللون بتكون ما بين 0 و255. 255 ده يعني احمر صريح، 0 يعني مفيش احمر. نفس الكلام الاخضر، نفس الكلام الازرق. طيب اذا فهو الكمبيوتر بيخش له ايه؟ بيخش له احمر وبيخش له اخضر وبيخش له ازرق، وكل الالوان اللي ما بينهم هو بيشكلهم عن طريق ان هو بيعمل ميكس ما بين ال3 الوان دول بقيم معينه. يعني مثلا فبص معايا كده في الحته بتاعت الالوان. شايف الكود اللي انا كاتبه هنيجي دلوقتي ايه لاي حته من هنا. بص create color image، بديله 3 قيم. اول قيمه زي ما احنا قلنا بتاعت الاحمر، تاني قيمه بتاعت الاخضر، تالت قيمه بتاعت الازرق. بص لو انا عملت كده ايه اللي هيحصل؟ بالفعل طلع لي اللون الاخضر.
طيب عايز دلوقتي مثلا احط التلاتة ب100. يلا بينا، طلع عندي اللون الرصاصي وهكذا. طيب نرجع دلوقتي بقى ايه للصور بتاعتي. الصور بتتكون من حاجة اسمها البيكسلز. يعني ايه بيكسلز ديت؟ هقولك دلوقتي. البيكسلز ديت هي حاجات صغيرة جدا كده في الصورة، انت مش هتلحظها بعينك دلوقتي لان الشاشات بقت متقدمة جدا، بس زمان في التسعينات او الالفينات لو انت مثلا كان عندك تلفزيون وقربت عينك اوي من التلفزيون كنت هتاخد بالك من مربعات صغيرة. يعني اعتقد معظم الناس عملتها وهم صغيرين في التلفزيونات القديمة يعني. فالموضوع دوت كان بيبقى عبارة عن ايه؟ هي دي البيكسلز بالفعل اللي عينك بتشوفها. الموضوع كان بيبقى صغير جدا، غير دلوقتي عدد البيكسلز زاد جدا فانت مبقتش بتشوفها زي زمان. بص على الصورة ديت معايا كده مثلا. هي الصورة عبارة عن مجموعة بيكسلز، والبيكسل ده عبارة عن لون، فانت لما هتيجي تخلطهم ببعض في الاخر هيكون لك الصورة بتاعتك. ده بالنسبة للصور. طيب عايزين بقى نروح على الفيديو. طب هو اصلا الفيديو بيتكون من ايه؟ الفيديو بيتكون من حاجه اسمها فريمز. يعني ايه فريمز؟ يعني صور وبتجري ورا بعض. يعني مثلا لو حد فيكم بيلعب في حاجه اسمها الفريم ريت. فالفريم ريت ده بيبقى عباره عن ايه؟ انت بتجري كام صوره في الثانيه. يبقى دلوقتي عندنا الفيديو عباره عن ايه؟ هو الفيديو عباره عن صور بتجري ورا بعض. زي الصوره اللي قدامنا ديت، احنا هنا جايبين رسمين شمس وفي دفتر فوق. الدفتر ده هو بيعمل ايه؟ هو بيجريه بايده، فالرسمه دي بتتحرك وبتمشي. نفس القصه بالظبط هي اللي بتحصل في الكمبيوتر، ان هما بيبقوا مجموعه صور وبيجروا ورا بعض بسرعه معينه فبيطلع لك الفيديو. يعني مثلا لو انت بتلعب ففي حاجه اسمها 60 فريم، وفي حاجه اسمها 90 فريم، وفي حاجه اسمها 120 فريم. يعني ايه كلمه 60 فريم؟ ويعني ايه كلمه 90 فريم؟ ويعني ايه كلمه 120 فريم؟ 60 فريم يعني هو بيجري 60 صوره في الثانيه. 90 فريم يعني هو بيجري 90 صوره في الثانيه. وكل طبعا ما سرعه، كل ما عدد الصور قصدي زاد في الثانيه الواحده، كل ما زود سلاسة الفيديو معانا. بالنسبة للأوديو هي نفس القصة بالظبط، إن كل الموضوع برضو بيبقى عبارة عن أصفار وحي. طيب إزاي؟ الصوت عبارة عن نغمات، والنغمات عبارة عن ترددات، والترددات بتخش للكمبيوتر في صورة زيروز وانز. فهنا نفس القصة بالظبط. فدلوقتي خلاصة القول إيه عشان بس ما نطولش في الحتة بتاعت الباينري؟ إن كل حاجة في الكمبيوتر بتخش في صيغة الباينري، وبعد كده الباينري دوت بيحولها لنا زي ما احنا قلنا بالظبط لحاجات. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك، انت بتدخل بيكسلز مثلا. البيكسلز ديت اللي هي الالوان اللي انا قلت لك عليها، هم بس مجرد 3 الوان وانت بتشكل ما بينهم، وده البيكسل. وبعد كده الصورة بتتكون من ملايين ملايين البيكسلز. طب والفيديو بيتكون من ايه؟ من ملايين ملايين الصور، وهكذا، ان كل حاجة بتبني على اللي بعدها. ده كده بالنسبة للحتة بتاعت الباينري. هتكلم بقى دلوقتي عن مفهوم مهم جدا. المفهوم دوت هو العقلية بتاعتك اللي انت هتبنيها بعد كده علشان تعمل البرامج. طيب ايه هو المفهوم دوت؟ مفهوم اسمه الالجوريزمز. يعني ايه المفهوم دوت؟ كلمة الجوريزمز في العموم هي معناها خطوات لحل منطقي، او بمعنى صح الحاجات اللي بيمشي عليها عشان احل المشاكل اللي عندي. هديك مثال بسيط من ارض الواقع بتاعتنا. دلوقتي انت عايز تعمل كوباية شاي. طيب هتعمل ايه عشان تعمل كوباية شاي؟ هتقوم تجيب الكوباية، هتحط فيها السكر والشاي، دي مثلا تاني خطوة. تالت خطوة هتغلي مية سواء كان في براد أو كاتل. رابع خطوة إن أنت هتمسك المية اللي أنت غليتها وتصبها على إيه؟ على الشاي والسكر، وبعد كده هتقلب. يبقى أنت كده عملت 5 أو 6 خطوات عشان تعمل كوباية الشاي. نفس القصة عندنا في الكمبيوتر بالظبط، إن إحنا علشان نوصل لحل منطقي وحل كويس إحنا بنعمل ستيبس كده وبنمشي عليها. بنعمل الستبس دي ازاي؟ احنا بنكتب حاجه اسمها سودو كود. ايه هو السودو كود دوت؟ السودو كود دوت هو عباره عن سينتاكس كده، آه مجرد طريقه كتابه، بس هو مش لغه برمجه. هو انت طريقه كتابه بتكتبها لنفسك عشان تقول لنفسك انا هعمل كذا، وبعد كده بعد ما انت كتبته تطبقه في لغه برمجه معينه. هديك مثال بالفعل من الجوريزم مثلا عندنا ونشتغله ونشوف يعني ليه الموضوع الالجوريزمز ده مهم، وليه هو فعلا بيوصلنا لحلول احسن وحلول منطقيه. دلوقتي عندي سؤال جميل. دلوقتي مثلا انا عايز اوجد الرقم 21 دوت مكانه فين. طيب
فاحنا عندنا مثلا احنا بنبدأ العد من 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. دلوقتي انا بسيرش عايز اوصل للرقم 21. دلوقتي انا عندي طرق كتير جدا للسيرش. ايه هي؟ ممكن ابدا من اول واحد وافضل ماشي لحد ما اوصل للرقم 21. وعشان اعمل ده هكون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. عملت 7 خطوات عشان اوصل للرقم 21. طب ماشي، ده حل موجود، اذا ده الجوريزم بالفعل. طيب في حل تاني مثلا، وده الحل اللي احنا هنحله دلوقتي، وهوريك ليه لازم تكون متعلم الجوريزمز وقد ايه هي هتسهل لك في التفكير بتاعك. دلوقتي انا قلت ايه؟ عايز اوصل لرقم 21. عندنا طريقة كأننا مسكنا كتاب وقسمناه، حلو، وبصينا على ال21 ديت، هل هي في الجزء الأول من الكتاب أم هل هي في الجزء التالي من الكتاب؟ بالظبط عملنا ايه؟ هقولك دلوقتي. مسكنا 8 اللي هي القيمة الأخيرة ديت، والواحد، وقسمناهم على الاتنين. ما قسمناهمش قيم، قسمناهم كاندكس، يعني الأرقام اللي هي اللي فوق الترتيب بتاعهم. فطلع عندي 8 زائد 0 على الاتنين. دي طلعت عندي كام؟ طلعت عندي ب4. طيب كلام جميل. إذا دلوقتي هبص، هل ال21 دي موجودة في الجزء التاني ولا موجودة في الجزء الأولاني؟ لقيتها موجودة في الجزء التاني. طيب يبقى هعمل ايه دلوقتي؟ هكنسل الجزء ده خالص. كنسلته، وهبدأ دلوقتي ايه؟ بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ هعمل نفس الحاجة، هاخد ال8 مع ال5. 8 زائد 5 على الاتنين. طلعت عندي بكام؟ طلعت عندي ب6.5. في الطريقة ديت احنا بنكنسل الرقم اللي بعد الديسيمال وبناخد الرقم اللي قبل. طيب طلع عندي كام الرقم؟ طلع عندي بالفعل ال21. يعني انا وصلت هنا من تاني ستيب بس. يبقى دلوقتي ايه الفرق ما بين الالجوريزم هنا الاول والتاني؟ الاولاني استخدمت فيه 7 خطوات عشان اوصل للحل، ولكن التاني استخدمت فيه 2 بس. اذا تعلم الالجوريزمات مهم جدا، لان هو طريقة التفكير اللي بتخليك توصل لاحسن حل من واقع الحاجات اللي انت اتعلمتها وطبقتها بالفعل. بس كده، شكرا يا شباب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنساش اللايك والسبسكرايب، وشوف الفيديو اللي فات لو مشفتوش، وان شاء الله هنكمل السلسلة فيديوهين في الاسبوع.